السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. لما نعمل أكلة حلوة قوي بربع كيلو من اللحمة المفرومة أعتقد تكون الطريقة مختلفة. برام مكرونة باللحمة المفرومة خطير جدا. لكن تسوية المكرونة خطيرة جدا. سخن جدا. تسوية المكرونة خطيرة صراحة، بتتكلم عن نفسها. المقادير والطريقة ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناة، تلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. أكلة بربع كيلو من اللحمة المفرومة. بصلة مقطعة وسط، معاها ربع كيلو من اللحمة المفرومة. هقلب البصلة مع اللحمة بالشكل ده. أول ما تبدأ تدبل هقلب اللحمة مع البصل بالشكل ده. هنزل عليها بمعلقة من الفلفل الأحمر، ده سبايسي ممكن تخليه بارد. هنزل عليها بمعلقة من الزيت. أنا مش محتاجة أسوي اللحمة قد ما أنا محتاجة أشوح اللحمة مع الفلفل مع البصل. اللحمة هتكمل سواها في قلب الطاجن، لأن هنعمل طاجن باللحمة والمكرونة هيكون شكله مختلف، تسويته مختلف. دي معلقة من البهارات المشكلة، كزبرة على كمون على فلفل على قرنفل، بيوديها في مكان تاني وخصوصا اللحوم. هضيف عليها نص معلقة من الملح. وبكده اللحمة تكون استوت نص تسوية. هشيل اللحمة وبعدين هنكمل الوصفة. نفس الطاسة شلت منها اللحمة، هضيف معلقتين من الزيت. محتاجة فصين من الثوم، وده ميكس البصل الأخضر مع البصل الأحمر، يدي طعم لتسبيكة الطماطم مش طبيعي. طبعا دي اللحمة بصل وفلفل سبايسي وملح وبهارات مشكلة. هبشر الثوم مع البصل لأن عايزة الاتنين ياخدوا نفس الريحة، يعني مش هحمر البصل وبعدين احمر الطماطم، لا، عايزة الاتنين ريحتهم تطلع مع بعض. هقلب البصل والثوم مع بعض لحد لما اشم ريحتهم. جربي تدخلي البصل الاخضر في اكلك، هتحسي باختلاف والطعم مميز جدا. كده البصل والثوم ريحتهم طلعوا مع بعض. هنزل عليه بنص معلقه من البهارات، معلقه من المرقه الفوريه. هقلب المكونات كلها واستمتعي بقى بريحه القرنفل لما تطلع عليه. دورق من الطماطم بمعيار كيلو طماطم. معلقه من السكر، معلقه من الملح. وهسيب الطماطم تتسبك وتطلع لي الدهون بتاعتها. لما تسبكي الطماطم وتطلع التسبيكه بتاعتها وبعدين تزوديها بيفرق جدا في الطعم. التفاصيل بتفرق جدا لكن مهمه. شايفه اتسبكت الطماطم، الدسامه اللي ضفناها طلعت على وش التسبيكه بالشكل ده. هنبدا نضيف معيار الميه اللي هتسوي المكرونه على حسب ما هتعملي مكرونه قد ايه. انا هعمل كيس من المكرونه فهضيف حوالي كوبايتين من الميه. اظبط الملح وهسيبها تغلي وبعدين هنكمل الوصفه مع بعض. على ما تغلي الطماطم هنجهز البرام. طبعا ممكن برامات صغيره، ممكن صينيه، طاجن، اي شيء. كيس من المكرونه برضو اي نوع. طيب عشان نقلبها بشكل عبقري، ودين معلقه من الزبده نضيفها في البرام بالشكل ده، وهنبدا نفردها في البرام. معلقه الزبده دي اولا هتدي حلاوه لطاجن المكرونه، ثانيا هتديله ريحه مش طبيعيه، ثالثا والاهم بقى انها تخلي المكرونه ما تلزقش ابدا. هنزل باللحمه، عشان كده قلت لك مش لازم اللحمه تستوي قوي.
هفرد اللحمه في البرام بالشكل ده. طبعا اللحمه هتكمل سواها تاني في الفرن. طبعا الشتا دي بتعشق البرامات. هنزل على اللحمه بكيس المكرونه. طبعا الطماطم لازم تكون بتغلي علشان المكرونه ما تتكسرش. هنزل بالطماطم على المكرونه بالشكل ده. هغطي الجرام بورقه ألمونيوم وهدخله الفرن. هسيبه 40 دقيقه وبعدين هنشوف التسويه مع بعض. طلعت من الفرن بعد 40 دقيقه وريحتها بتوصف جمالها. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو. يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.